السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شخباركم؟ هذه عندي متر قماش راح افصل فستان بنوتة عمر 10 سنوات. هذا القماش شوية مطاط. هسه نبدي نطبقه 4 طبقات هالشكل هذا، ونرسم. حابين تسوون قطعتين او قطعة واحدة؟ انا حبيت اسوي قطعة واحدة لان راح يصير حزام بالنص، ما راح يبين. اكو لا يقصوا يعني قصة كلوش وكذا. انا حابة اسوي شلون نقول بينصل يعني عدل، ما بي كلوش. هاي هنا راح اخذ القياسات. قياس الكتف عندي 16، وقياس الصدر هو 22. وبما انه قياس طفلة يعني ماكو مرتفعات وانحناءات بالجسم، فهو القياس يعني عدل، ما بي نفس القياس. الصدر والخصر نفس القياس. هنا عندي الطول 81، هي راح تصير قصيرة لحد الركبة اذا حابين تطولونها اكثر. هسه نبدي نقص من بعد ما رسمنا. ونصيحتي دائما اقول للمبتدئات ارسموا قبل لا تقصون. بنات، حابة اشكر البنات اللي سئلوا عني واللي راسلوني على الانستا، واللي يعني دائما يدعون لي، واشكرهم الشكر الجزيل. حبيباتي الله لا يشوفكم شر ان شاء الله. والله كنت انا مشغولة هاي الفترة، الحمد لله خلص شغلي على خير. هنا نكمل بنات القياسات. والبنات اللي يحبون يتواصلون وياي، اليوزر مالتي على الانستا راح اخليه بصندوق الوصف. هنا بنات قياس الردان 25 سنتيمتر. انا احب اشتغل بالسنتيمترات مو بالقياس اللي تشوفوه، يعني من تلزمين شريط القياس اكو بيه قياسات خشنة وقياسات ناعمة. الخشنة هي الانش والناعمة هي السنتيمتر. دائما اشتغلوا بالسنتيمتر يطلع اضبط. هنا راح اخلي بزمة للردان، هاي قطعة قماش زايدة تطلعين منها البزمة. القياس البزمة العرض مالتها حسب قياس الطفلة اللي تخيطيلها، والعرض مالتها يعني تطوليها حتى تصير الردان شوية طويلة. هنا بنات هذا الحزام للخصر نشتغله. همين اشوفكم شلون راح اخيطه. العرض مالته يكون هيش قياسه فتر. وهنا انتقلنا عن ماكينة. راح اخذ فتحة الرقبة 4 اصابع او 3 اصابع، همين رسمتها قبل لا نخيط. وهنا هاي كلش مهمة، من الجهة الامامية فقط ناخذ من الردان اصبع، حتى لا يصير عندنا يعني زيادة جهة الصدر، القماش يتلملم. هنا هاي بنات مسطرة راح اشتغلها بدل القلابية البطانة. اشوف شكلها يطلع احلى. ابدي اخيطها بالماكينة. وهذا طبعا القماش هسه بين لونه الصحيح، كان من ساعة الضوء ضارب عليه، فهو لونه شوندري او عنابي، بالتصوير ما طالع واضح. هسه اخلي جهة الظهر اطبقها وياها. هنا فتحة الرقبة من جهة الظهر بس كفيتها اصبع، ما يحتاج اخلي لها بطانة، لان قلت لكم القماش مطاط نوعيته ما يتفلل ولا يطلع منه خيوط زايدة. بعد ما كملتها بهذا الشكل هسه اشتغل الردان مثل ما يعني شوفتكم الردان مسطرة راح تكون بيه وشوية يكون منفوخ. فابدي اخيط الردان على المسطرة. يلا بعدين اشكلها بالفستان بهالشكل. اسوي كسرات لا على التعيين، المهم تكون يعني كسرات هواي حتى يطلع شكلها منفوخ وحلو. كملت هاي الردان الاول. هسه راح اشتغل الردان من الجهة الثانية. هنا سرعت الفيديو لان وضحت لكم اياه بالردان الاول. وبهالطريقة هذه بنات بعدين اشكله بالبدن مالت الفستان. بنات اللي ما مخليه لايك هسه خلولي لايك مو تنسون، وكل الهلا بالمشتركات الجديدة.
من البداية خلي الردان على يعني وسط الردان، خليه على وسط الفستان حتى يطلع عدل ما بيه زيادات. وهالشكل هذا صار عندي. شوفوا بنات بهالشكل هذا، تأكدي منه وثبتي، يلا بعدين تخيطين. هنا صار عندي جاهز. راح بس أقفل من الجوانب، أبدي من جهة الردان وأسد يعني من الجهتين أخيطه، ومثل ما شوفتكم بالبداية إنه هو بيه حزام، أكمله من الجهتين وأخيطه، يلا بعدين أشتغل الحزام. بهالشكل هذا الجهة الثانية همين خيطتها. والحزام أنا فصلته بالبداية وياكم، شوفتكم إيش قد قياسه تاخذينه على قياس الطفلة اللي تخيطي لها، وتركي مسافة للفيونكة اللي راح تنشد، أو تردين تخلينه مفتوح تقصرين يعني الحزام، إذا ما تردين تشدين الفيونكة. بهالشكل هذا بنات كفيته وأقلبه على الجهة الصحيحة، هذا شكلها بنات. هسه هنا هذا الحزام أخيطه تقريبا قياسه يصير 3 أصابع أو 4 أصابع من أطبقه، وأخلي جهة ما أخيطها حتى أقدر أقلب منها الحزام، يعني مو كله أخيطه، لازم أخلي لي. شوف هيك خليت مسافة ما خيطتها، يعني رفعت الكباسة مال الماكينة ما خيطتها حتى أجي أقلب براحتي. تقلبي يا أما بقلم أو خاشوقة أو بالمقص حتى يسهل عليك القلب مال الحزام، يعني تقلبينه على الجهة الثانية. بهالشكل هذا أساويه وأخيطه. هنا نزلت لكم الكاميرا لزمتها بإيدي حتى تطلع واضحة. هنا بنات الحباسيات اللي راح أشكل بيها الحزام، هالشكل هذا ألفه، يصير يعني عرض مالته أصبع، والطول مالته حسب عرض الحزام. هنا أنا كفيت بإيد واحدة لأن الجهة الثانية لازمة بيها الكاميرا أصور، وهذا شكلها. همين راح أضربها خياطة من الجهة الثانية. وهنا كفيت الفستان، المرحلة الأخيرة اللي هي كفيت بيها الفستان. الكفة مقدار إصبع أو إصبعين. هنا بنات الحباسيات اللي أشكل بيها الحزام جو الأبط يعني الردان ب4 أصابع. هنا خططيها من الجهتين حتى تطلع متساوية، واشتغلي خيطي تخيطينه وهو الثوب على هذا الوجه، يعني طبقي إصبع وتخيطينه. إن شاء الله تكون الطريقة واضحة وافتهمتوها واستفاديتوا منها. انتظروني في فيديوهات جاية، ولا تنسون اللايك. أشوفكم على خير، مع السلامة.